بسم الله. بيكاتا اللحم. هنعمل مع بعض بيكاتا اللحم النهارده، وخلي بالنا من حاجه، ان البيكاتا شهرتها عالميا مع الدجاج، بس انا هعملها لكم لحمه لان في ناس كتير هنا في مصر احنا حرفنا الطريقه وعملناها مع اللحم. هعملها لكم بالطريقه المحرفه المصري. يلا بينا نبتدي وصفتنا النهارده واكلتنا. معانا حوالي نص كيلو من اللحم البتلو المقطع شرايح رفيعه، اللي هو زي بالظبط ما نكون هنعمل بوفتيك. 150 جرام من المشروم، انا عندي بستخدم هنا البني او البورتوبيلو زي ما انتم شايفين. معايا نص كوبايه كريمه طهي ونص كوبايه شوربه، 100 جرام دقيق و50 جرام من الزبده، ملح وفلفل، فصين توم وعود زعتر ومعلقه صغيره من خل العنب. احنا كده جهزنا مقاديرنا، ويلا بينا نبتدي في الوصفه بتاعتنا. برش على كل اللحمه عندي تبلها بالفلفل، وهحط لها كمان شويه ملح. ما بحطش اي بهارات، ما بحطش اي حاجه زياده. برش وبضمن ان كل اللحم عندي اتبل. لحمه طريه قوي يا جماعه وبسيطه كده، بتبلها بقلبها كويس. بجيب 100 جرام من الدقيق، حاجه بسيطه. بفرد شرايح اللحم البتلو فيه زي ما تقولوا، ببدرها، بحط لها زي باودر، بس الباودر عندي هنا الدقيق. انا هو ده كم الدقيق اللي انا هستخدمه في الوصفه كلها، فما فيش داعي ان انا احط دقيق بزياده. في طاسه سخنتها قوي على النار، هبتدي احط فيها 50 جرام زبده والعود زعتر. انا عود الزعتر هيديني ريحه ونكهه جميله جدا. لو ما عندناش مش مشكله، لو عندك روزماري حطي روزماري. بحط شرايح اللحمه في الزبده، مش مشكله الزبده تسيح كلها لان هي الطاسه عندي سخنه قوي. هبتدي هشوحها في الطاسه، شوح كل الكميه وش وظهر. زي ما انتم شايفين شكل اللحمه معموله بالدقيق جميله جدا. طيب الدقيق ده يا جماعه هيعمل لي حاجه اسمها الرو، اللي هو هيديني صوص هيكون فيه سماكه شويه، هستخدمه في الوصفه مع بعض. طبعا اللحمه بتكش شويه، شايفين اللون ده؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. شايفين جميله ازاي وسهله جدا، واللحمه دي بتستوي سريع جدا جدا. عندي النار متوسطه مرتفعه، ما هياش عاليه قوي وما هياش واطيه. اقدر احط قطعه مع بعض وهي بتستوي. القطعه اللي بتتشال بحط مكانها. بخلص الكميه عندي زي ما انتم شايفين، وخلاص اخر حبه، اخر مجموعه تقريبا خلصت الكميه اللي عندي ودخلت في السوا. هشيلها وهشوف المرحله اللي جايه ايه. نفس الطاسه هي مش هغسلها لان انا عايزه. شايفين الزبده دي وقع فيها شويه من الدقيق اللي احنا حمرنا فيه. هجيب فصين من الثوم وهقطعهم شرايح، وعندي كمان المشروم البوركيني. انت ممكن تقدري تستخدمي اي نوع من المشروم، مشروم ابيض اي نوع، بس انا بحب جدا لما اكون عايزه النكهه عندي تكون حاده شويه بستخدم النوع ده من المشروم. بوركيني، بورتابيلو، بني، كل المشروم اللي لونه يبقى غامق كده بيدينا نتيجه حلوه قوي. بحمص المشروم مع التومه، واول ما بيبتدي يبقى جاهز زي ما انتم شايفين كده وخلاص كده دبل داخل في السوا، بنزل بكوبايه الشوربه دي. عندي هنا نص كوبايه من الشوربه، شايفين مشكشكه ازاي على النار بتغلي. بحط شويه فلفل، ملح، لان هنا انا هعمل الكريمه بتاعت البيكاتا، ودي معلقه من الخل العنب.
علشان انا عايزه هنا لسعه زياده. طيب ممكن تقولي ما عنديش خل عنب، حطي الخل الابيض عندك. بس كل ما كان مشينا تبع المقادير اللي احنا بنعملها كل ما اخدنا نتيجه افضل. هنا نص من كوبايه الكريمه بضيفها، نص كوب من كوبايه الكريمه الطهي. بعد ما ضفتها بقلب. شايفين لون الكريمه عندنا مايله شويه للبني، هو ده اللون اللي انا عايزاه. بسيبها تغلي مع بعض تستوي. بعد ما تستوي شويه بلاقيها تقلت وعملت الكريمه المطلوبه. عندي البيكاتا اللي احنا كنا شوحناها، هاخد القطعه واحده واحده تباعا بنزلها في الصوص اللي احنا عملناه، صوص كريمه المشروم زي ما انتم شايفين. مش عايزه احكي لكم يا جماعه الوصفه دي طعمها بيبقى عامل ازاي في النتيجه النهائيه. نزول القطعه اللحم المتبدره في الصوص ده بيخلي الصوص يتقل اكتر واسرع. لون الكريمه انتم متابعين معايا لونه بيبتدي بيغمق اكتر وبيظبط، وهي من احلى الطرق على فكره بالنسبه لبيكاتا اللحم بالمشروم في العالم. هي كده بتاخد لها حوالي من ربع ساعه لنص ساعه على النار علشان تتشرب بالكريمه والكريمه تتقل معانا. شايفين كده هي خلاص داخله خلاص في السوا واتشربت، واللحم شكله جميل والصوص بتاعه شكله ولا اروع. خلاص هي كده دخلت في السوا وتمام، استوت تماما تماما تماما. ده طبق البيكاتا قدمناه مع رز ابيض وشويه خضار فريش. الاكلات الحلوه اللي زي دي بحط لها شويه زيت زيتون بيدي لمعه وبيدي طعم للطبق. وممكن كمان ارش شويه بهارات اكله. بهارات اكله على فكره ممكن تتاكل كمان مع الحاجه نيه، عباره عن شويه زعفران ومكون بهارات مختلفه مع شويه شطه خفيفه. وهنا عندي احلى اكله بيكاتا اللحم بالمشروم. تابعونا واحلى اكله من اكله.